مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايز اتكلم عن نقطة مهمة جدا. أغلبية العملاء دايما بيسألوا فيها. أي عميل في الدنيا بيبقى حابب يعرف الموبايل بتاعه لما يجي تعمل فيه صيانة ايه الطريقة اللي هتتعمل. من أغلبية المشاكل اللي تواجه العملاء، عندنا مثلا عميل عنده ظهر مكسور. العميل بيكلمنا، والله أنا عايز أعرف ايه طريقة تغيير الظهر. الطريقة المتعارف عليها إن العالم كله شغال بيها هي طريقة واحدة، اللي احنا لما تيجي تكلم اي مركز صيانه وتقول له انت ازاي هتغير الظهر، هيقول لك بيتم تغيير الظهر بجهاز الليزر من غير ما نفتح الجهاز. عايزين احنا بقى نعرف هل الكلام ده صح ولا كويس، ولا انت كعميل انت يعني الاوبشن ده بالنسبه لك كويس ولا وحش. في الحقيقه الطريقه دي مش احسن حاجه، والطريقه دي ليها اثار سلبيه كتيره جدا على الموبايل. ليه؟ أول حاجة إحنا عايزين نفهم تقنية الليزر دي وظيفتها بتعمل إيه. الليزر ده مش وظيفته إن هو يصلح الموبايل، ولا وظيفته إن هو يعالج الشروخ. الليزر ده وظيفته إن هو يفك المادة اللي تحت الظهر، علشان يسهل عليا أنا كفني اللي أنا أعرف أفك الظهر بس. يعني هو وظيفته إن هو بيفك المادة اللي ورا الإزاز ده عشان يسهل عليا أنا الفك. يعني هو مجرد أداة لتسهيل عليا اللي أنا أفك الظهر بس. طب احنا المفروض بنشتغل ازاي؟ الناس كلها بتشتغل والجهاز مقفول. هل الطريقه دي صح؟ الطريقه دي للاسف مش صح. ليه؟ هقول لك ليه. الظهر ده لما بيجي يتفك، الازاز ده بيتحول لرايش، بيبقى فتافيت. يعني الظهر ده بيبقى ازاز صغير قوي، انت ما تعرفش ايه اللي ورا الظهر ده. فانا هوريك ايه اللي ورا الازاز ده. اللي ورا الازاز المنظر ده. جهازك لما الازاز بيتفك بيبقى بالشكل ده. ايه بقى الشكل ده؟ الجهاز ده فيه فتحات كتير جدا. في فتحات هنا ناحية فلات الشحن، في فتحة هنا اهي، فتحة هنا، وفي فتحة هنا ناحية البطارية بيبقى عليها بتاع ده، بيبقى فيه الجزء بتاع المغناطيس بتاع الوايرلس. وهنا بيبقى فيه الوايرلس، دي بيبقى فيه فتحة هنا، وفي قطعة الوايرلس بتبقى في الجنب ده. وفي مكان الانتنة بتاعت الواي فاي والجزء بتاع السماعة، في فتحة هنا وفتحة هنا. وفي ال 12 برو ماكس في بيبقى فتحة جوه كده تحت لينس الكاميرا. للأسف الفتحات دي كلها بتعبي إزاز وممكن تدخل الجهاز من جوه، وانت كعميل مش هتاخد بالك. بس للأسف الطريقة دي غلط جدا، علشان بتدخل إزاز جوه الجهاز، وممكن تعمل مشاكل. ايه هي المشاكل؟ أول حاجة بتأثر على البطارية، بتلاقي البطارية بعد فترة بتلاقيها اتنفخت، وممكن تعمل لك أي مشاكل جوه الجهاز. تمام؟ ف... فنصيحة مني، آه... الطريقة دي مش صح. الطريقة الصح ايه بقى؟ الافضل ان احنا بنفك الجهاز وبنطلع كل حاجه ممكن تتاثر، زي البطاريه بنطلعها بره، بنطلع البورده، بنطلع الكاميرا، وبنفضي الجهاز بالمنظر ده، ونشتغل براحتنا وننضف من بره وننضف من جوه، بحيث ان احنا نطمن ان مفيش اي قطعه ازاز دخلت جوه الجهاز. وبعد كده بنجمع الجهاز مره تاني وبنقفل كل حاجه، وبنرجع الجهاز زيرو، زي اكنك بالظبط مطلعه من الكرتون. في الاول والاخر بالنسبه للطريقتين، احنا يعني احنا العميل مش مجبر اللي احنا نفتح له الجهاز، احنا بنعرض عليه الطريقه اللي هي بتاعه فتح الجهاز. هي بتبقى اغلى حاجه بسيطه، عشان طبعا بتاخد وقت ومجهود مننا كبير. وفي الاول والاخر انت كعميل انت مخير براحتك، عايز تشتغل واحنا قافلين الجهاز. في الاول والاخر القرار قرارك. عايز نشتغل واحنا فاتحين الجهاز، نفتح الجهاز ونشتغل براحتنا، برضو القرار قرارك. بس احنا في مصلحتنا اللي احنا نقول لحضرتك ايه المعلومة قبل ما تعمل اي حاجة يعني حتى لو هتعمله عند حد بره، نصيحة منه خليه يشتغل وهو فاتح الجهاز. صدقني دي أأمن طريقة علشان ما تعملش ضرر للموبايل فيما بعد. شكرا.